والله سبب خروجي قلت أنه جيت فترة معينة تجمدت أنا في مزيف. خدمت أنا الحقيقة مجموعة من الحلقات من الأول، بدأت من بعد الاجتماعات متاع الهرسلة، متاع التضييقات، متاع أشكر لنا الحكومة، متاع إنتاجات وإبداعات يوسف الشاهد إلى آخره من هيك التفاصيل. يلقوني مش في الخط هذاك، نبهوا علي المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، قلت لهم تلك هي الحلقة الأخيرة. جيت مديرة الكاكتوس وقتها نذكرها كما توا باش تحضر المونتاج، خليتها الحقيقة حضرت المونتاج تتفرج، اما كي بدات تعطي في الرومارك نحكيوا له هذا قصوا لي هذا، قلت لها مدام سامحني اخرج لبرا. من سمات الصحافي الحياد، ولكن زهير لا يخفى على الناس انك من انصار الرئيس الحالي. شنو هو الفرق بين انك تمشي تسجل في جوهرة برنامج وبين انك مثلا تمشي تصور في التاسعة؟ لا فرق عاد بيان سور، فما فرق بين التلفزة والاذاعة. الاذاعة بون تبدا كل شيء حاضر مليق بيان سور من قبل، خاطر انا الحقيقة معناتها الاذاعة نخدم تقريبا 5 على 7 كل يوم وسي دي ديريكت، دونك ما فما حتى غلطة لازم تصير، كل شيء يبدا حاضر مليق وكل شيء. بار كونتر التلفزة لازمك تمشي قبل بوقت على المكياج، على لي روتوش كيدي، اون بليس سي اونريجسترومون. انا الحقيقه مش من عشاق التسجيل، نحب الديريكت، خاطر كي تبدا عندك فرصه نتاع تسجيل ديما تقرا حسابك نتاع فما امكانيه تغلط وما يسالش تنجم تعاود تفسخ وعاود من جديد، فهمت؟ دونك التركيز اقل برشا. بار كونتر الاذاعه فيها برشا تركيز، الاذاعه سي معناتها ماك تعرف العباد تركز مع الصوت، حتى كان قاعدين نطلعوا تلفزه توا في الاذاعه، اما العباد كمان تسمع فيك في الروادن نتاعها، يجيكوا كل كلمه بحسابها، فهمت؟ دونك انا نشوف اللي التركيز وين تحس الضغط والستريس اكثر، في التسجيل الاذاعي ولا في التصوير التلفزي؟ التلفزي انا الاذاعه عشقي معناتها، نحب الاذاعه اكثر معناتها. انا كي حطوني بين الشوا نتاع اذاعه وتلفزه، خاطر انا الحقيقه ما نكذبش عليك جاتني عروض نتاع تلفز ومغريين معناتها، اما بشرط اني نتخلى على الاذاعه. وعلاش؟ ما قبلتهمش. وعلاش؟ نورمالمون هذا اللي يلغي هذا ما تنجمش، خاطر ما تنجمش تعمل 5 سور 7 اذاعه و5 سور 7 تلفزه، فهمت؟ برشا 5 سور 7 تلفزه ياسر. بون اذا كان يبدا عندك فريق اعداد ما تنجمش تولي اذا كان ايميسيون مره في الجمعه عندك فريق اعداد. راهو شوف انا نحترم برشا المشاهد والمستمع، ما نجمش نبلفط، ما نجمش معناتها هاني جيت وحتى كان يبدا عندك فريق اعداد انا يلزمني الاعداد كله نقراه من الاول للاخر قبل ما نطلع. حتى وكان يبدا تسجيل يلزمني نفهم بالحرف بالكلمه بكذا شنو اللي تكتب علاش وشنو الاوبجيكتيف نتاعو، ديدي شكون المتلقي، هذاك كله لازم يكون فاهمه باش تركز مع هذا الكل باش تعمل اذاعه وتلفزه فرد وقت. راهو حاجه ياسر صعيبه. بون تعمل مره تلفزه في الجمعه متفاهمين، اما باش تعمل 5 مرات ومعهم 5 مرات اذاعه، اول حاجه تتحرك، ثاني حاجه انا جيت شو نقول لك ديجا اي مهما تكون ليميسيون تاع التلفزه مرموقه ومهما تكون حتى الخبره نتاع المنشط، راهو 5 سور 7 راهو يتحرق بالضبط. هذاك علاش رفضت. وانا بالحق معناتها خلينا نبداو واضحين، انا نحب الاذاعه اكثر من التلفزه برشا. هي زون دو كونفور نتاعك. انا زون دو كونفور نتاعي الاذاعه، عشقي الاذاعه. حتى كي قريت اذاعه معناتها، كي عملت سبيسياليتي في معهد الصحافه عملت اذاعه ما عملتش تلفزه. بار كونتر جات فرص نتاع بعض البرامج التلفزيه حاولت فيهم، اما ديما نقعد نحب الاذاعه اكثر الحقيقه، معناتها نحبها اكثر، فهمت؟ يعني مع الاذاعه باللي تطورت الدنيا وباللي جا وسائل التواصل الاجتماعي باللي طورت التلفز، قاعد ديما وفي لعشقك اللي هو الاذاعه. الاذاعه عندي انا حاجه مقدسه جدا بالنسبه لي. انا امبوسيبل تجيني اي فكره ويقترحوا علي باش نبدل مثلا الاذاعه وناخذ الفكره هذيك. الاذاعه قبل ومن بعد كان فما فكره اخرى ما فماش مشكل معايا. ديجا احنا تو داخلين الاذاعه، هذه اذاعه جوهره، فاهم؟ دونك بيان سور هذا كله مقر جوهره فيلم تي في اون فيت، خاطر 4 ايتاجات الفوقانيين للاذاعه، وان شاء الله باش يكون ال4 ايتاجات الوطنيين على ذمه التلفزه اللي قاعده تحضر بشويه بشويه. صحيح، هو ديجا اللي يقول اذاعه واللي يقول اذاعه وسوسه ولا اذاعه وسيحه اللي يقول جوهره. دونك ان شاء الله تعدى انترفيو مزيان ان شاء الله. يلا سيدي هاي تو سويت. دونك احنا في الاستوديو الفرعي، ولكن تو باش نمشيو للاستوديو الرئيسي باش نبداو الحوار بتاعنا. هو اعلامي ذو اسم وتاريخ كبير، هو ابن معهد الصحافه، اشغل عديد المناصب في الدومين، منها انه كان رئيس تحرير لجوهرة FM. تجاربه متعدده وحاور عديد الشخصيات
السياسية المرموقة في البلاد. إلينا وإليكم الإعلامي زهير رجيش. مرحبا بك سي زهير. مرحبا بك. صراحة نصلحوها هذه ديما يغلطوا فيها العباد، الجيس بالسين. الجيس. ايه. خليها تحب تمنطش. لا باش نحطها بالعكس باش نصلح المعلومة. صحيح. وتصلح لي أنا أولا. الجيس. صح. الجيس. ايه. LGE2S. منين جات الكونفيزيون؟ اللي ريشيرش اللي عملت انا يظل يطلعوا يونانيين والله اعلم. الجيس. اللي ريشيرش اللي بديت نلوج هكا على الشجره تاع الفامي يقول من اليونان تجي من زوس ومن بعد تتبدل بشوي بشوي تولي الزيس الجيس الى اخره. انت الاصل نتاعك راه برشا. هو لنا اللي يحب هكا يقول لك انا الاصل نتاعي يقول لك انا عثماني. انت طيحت عليهم مش بعدهم. انت اغريقي. انا شوف لا اغريقي لا عثماني انا جربي. انت احد احفاد افلاطون. مجربه عشت حياتي كامله في تونس واعتز اني تونسي وكهو. مرحبا بك سي زهير مرة أخرى. عايش خويا. أولا نحب نشكرك على حضورك معنا وخاصة أنك كنت في وعكة صحية صغيرة صارت أمس فنشكرك مرة أخرى على حضورك معنا. مرحبا بك ويشرفني خويا وإن شاء الله معرفة خير وإن شاء الله اليوم خير سلتو. لا بأس تهنى ما نزلتش عليك برشا. أيوة خلينا نشوفوا ترى. بك سي زهير التوانسة عرفوك في بداياتك ضمن فريق موزايك. أي. كنت في فريق الأخبار وخدمت زادة برنامج اجتماعي بالأساس. الفورم. كيفاش كانت التجربة في موزايك؟ شوف هي كانت تجربة أولى الحقيقة معناتها من محض صدفة إني كنت من الناس الأولانيين اللي التحقوا بموزايك مش من نهار الأولاني. أنا خلطت خلوط على الزملاء في موزايك تقريبا حلت هي 7 نوفمبر 2003. أنا خلطت 21 نوفمبر 2003 ومن وقتها بدأت التجربة. الحقيقة أنا نشوف موزايك هي بعد معهد الصحافة هي التجربة الميدانية الأولى اللي علمتني برشا معناتها. أكيد برشا فضل يرجع الموزايك خاطر كانت تجربة جديدة في تونس وقتها. إذاعة خاصة أولى في تونس، إذاعة تعدي الأغاني الغربية والشرقية، إذاعة تتكلم بالدارجة كومبليتمون كما يتكلموا التوانسة بعيد على الستيل نتاع الإذاعات الوطنية. دونك نتصور إنه التجربة اللي معناتها خذيتها في موزايك هي الباك جراوند الأولاني اللي بدأت تبني بشوية بشوية في الصحافي زهير الجيس. هي نجم نعتبروا إنه موزايك هي الصحافة الأم بعد الإذاعة الوطنية، هي الإذاعة الأم اللي لمت عديد الوجوه اللي من بعد اللي هو صحفيين مرموقين في تونس. اي بيان سور. اي بيبينير معناتها انجت عدد كبير من الاسامي اللي موجوده اليوم في عدد من التلفزات والاذاعات ولليوم معناتها تبقى موزايك كمان معناتها وعلى مختلف الاجيال راهو كما جيلك انت كما اللي قبل كما اللي بعد سيرتو. معناها اسامي برشا. معناها حاجه مفخره بالنسبه لاي اعلامي يقول لك بديت في موزايك والا خدمت في موزايك. المتأكد منه أني تعلمت في موزايك معناتها. الحقيقة أنا مشيت ورقة بيضاء الموزايك بون اللي تقرأ في مع الصحافة حاجة ما اللي تطبقوا من بعد. وأنت تعرف ديما فرق كبير بين اللي تقرأ واللي تطبقوا. أكبر إكزامبل فرق كبير بين اللي تقرأ وأنت تتعلم في البرمي وبين بعد تطبق وتسوق معناتها. التيوريك حاجة والبراتيك حاجة. دونك أبريتو معناتها موزايك هي البلاصه اللي تعلمت فيها التجربه الاذاعيه. تعلمت فيها كيفاش تواجه المستمعين، كيفاش تحضر، كيفاش تنتج، كيفاش تتكلم، كيفاش تعبر، كيفاش تتجاوز اخطائك. خاطر كان واحد يجبد تو بعض التسجيلات نتاع 2003 و2004 يقول لي اخي هذا زهير الجيس معناتها فما سيرمون راه حاجه بالطبيعه يتطور برشا بالطبيعه. ان شاء الله نكونوا تطورنا على الاقل. بالنسبه ليك شنو تفرق موزايك اللي خدمت فيها انت على موزايك بتاع تو؟ ما عندي حتى فكره. بون انت خدمت في موزايك دونك تعرف الكواليس وتعرف الخفايا وانت اليوم نجم نقولوا كاي تونسي. انا خدمت في موزايك بن عهد بن علي. وموزايك نتاع الطرابلسيه دونك لازمك تفهم وتربط. نصور موزايك اليوم حاجه اخرى معناتها كمستمع كي تقارن كمستمع بيان سور. موزايك معناتها قبل كانت حد الموزيكا شويه هكا حوارات سخونه في الكوره بوتيتر مسموح حاجه بين الثقافه والكوره فقط. من هكا مش مسموح معناتها باش تجتهد سياسيا ولا باش. رغم انه حاولنا انا واحد من الناس حاولت في موزايك معناتها في برنامج فورام عملت حاجات اللي كليت عليهم العصا. عملت حاجات اللي تغشيت عليهم لانه فما حد رقيق جدا بين ما هو اجتماعي وما هو سياسي. لانه الوضعيه الاجتماعيه نتاع الناس ما نوصلها كان بالسياسه. مثلا في فورام عملت فيها اللي ما تعملش وقتها على حكايه الجيش وعلى حكايه الشباب اللي عازف باش يمشي للجيش ووقتها تاخذ اوتوريزاسيون من وزاره الدفاع وحسينوا معناتها خماضه كبيره. ورغم هيك تبدا الحلقه مسجله ويسمعوها ويعطيوك الاوتوريزاسيون باش تعديها ولا ما تعديهاش. معناتها بون نسبه منسوب الحريه كان ضعيف برشا فهمت. رغم هيك تجتهد وتحاول معناتها هاك حاجه وحويجه. دونك مشيت مره نذكر زاد عملت انترفيو قدام ايرجونس 9 ابريل
كليت عليه العصا على الاخر. معناتها كيفاش توصل تعدي حاجات كيما هكا نتاع ناس تتشكى من الارجونس وتتشكى من الخدمات وكذا وقتها بالرسمي معناها اجاتك تضييقات من فوق. فما تضييقات دون لو طون، فما تضييقات، اما انت تحاول تخدم بذكاء وكاو. معناتها تضييقات راهو اسمع محدوده، مش نتاع يعيطوا لك ويحقوا معاك ويحطوك في الحبس ولا لا. هي خاطر انت مازلت جيت تخربش. معناتها نتاع ريده شويه، نتاع اسمع فك عليك ما تخش اي صحيت يقرصوا لك ودنك، نتاع يركحوك شويه، نتاع بربي بعد على المواضيع هذه. تو سيرمون تجي تليفونات للمدير نتاع شنو اللي تعملوا فيه، دونك هو يقول لك اسمع سايب علينا بالموضوع هذا ويجي نخدموا على الموضوع هذا وانت تحاول كل مره تجتهد. موزايك هي اللي صنعت نجاحك والناس عرفوك بها. شنو سبب خروجك من الاذاعه هذه؟ والله سبب خروجي قلت انه جات فتره معينه تجمدت انا في موزايك. بمعنى تجمد؟ بمعنى نمشي نقعد على الاورديناتور 6-7 سوايع، ما نطلعش اخبار ممنوع، ما نقدمش برنامج فورام ممنوع، صوتي ما يلزمش يطلع سوا. تخدم في بلديه انت 6-7 سوايع؟ نمشي نقعد على الاورديناتور ونروح ماركي بريزونس نتاعي، زعما نمشي نعمل انتاج، وانا لا ما في انتاج لا حد شيء. لين انا فديت قدمت استقالتي وخرجت وكهو. ما اعربتش على انك فديت من الوضعيه هذه، انك تحب تخرج من البوتقه هذه ومن الفريقو هذايا بين قوسين؟ علاش طول اخترت انه تقدم استقالتك؟ بيان استقالتي بمنطق انه يلزمني نمشي لبلاصه اخرى، سي بون وزيك ما عادش تحب تخدمك بالخدمه اللي انت مؤمن بها، دونك اخترت اني نغادر وكهو. كما قلنا في موزايك خدمت الاخبار وقدمت برنامج اجتماعي فورام، خدمت برنامج استقصائي في التاسعه، وخدمت برنامج سياسي في جوهره هون وفي قنوات تلفزيونيه اخرى. انت بين هذا الكل وين تلقى روحك اكثر؟ في كل شيء. فمش حاجه الاقرب ليك تلقى روحك اكثر فيها؟ لا الحقيقه انا ما انا ضد التخصص. معناتها انا كيما نحب نخدم برنامج ثقافي، كيما نحب نخدم برنامج اجتماعي، كيما نحب نخدم برنامج سياسي، ونحاول نطور روحي في الاشكال المختلفه هذه. معناتها ما عنديش بريفيرونس. تحب البوليفالونس؟ العباد حبوني برشا في السياسه وي، ما انا بالحق مانيش من النوع اللي نقول اي سي بون لقيت خطي لهنا ما عادش نجرب حاجه اخرى. مستعد باش نجرب برشا. كان انا اليوم مثلا خمم باش نعمل برنامج ترفيهي. تو شو نقول لك وينك في الترفيه؟ السياسه فهمت؟ نجم وقاعد نخمم، وممكن فما فكره قاعدين نناقشوا فيها مع شركه تاع انتاج في الوقت الحالي هذا، وان شاء الله بالك شي نمشيو فيها. شكرا على الثقه انك عطيتنا السكوب الحصري هذا. ايه سكوب ان شاء الله تمشي. معناتها ان شاء الله نلقاو الساعه الممول، وان شاء الله كان مشات فبها واحنا متحمسين لها الفكره. إن شاء الله. وكما ما مشاتش احنا خويا الفكره طرحناها ونحبوا نشوفوك في برنامج ترفيهي، نحبوا نشوفوك في جبه اخرى في كوستيوم اخر. ان شاء الله. شي لون الاخر والله سير انا قاعد نخمم جدا في اني نخرج من البوتقه نتاع المربع نتاع السياسه الى مربعات جديده. تحب تكسر الصوره النمطيه اللي بدات تتشكل عند الناس انه زهير نتاع هذاك هو نتاع سياسه ونتاع حوارات جديه ونتاع لا شي هو انا الحقيقه حتى البرامج السياسيه معناتها المربع المسكر نتاع ما ينجم يكون كان حوار سياسي مع كسرته. معناتها الحقيقه تلقاني الساعه الاولى كلها حالات اجتماعيه نربطها بالسياسويه، ما حاول ما نخليش السياسه سياسويه نتاع جوست تحاور الشخصيه السياسيه. صحيح ديجا اللي يشوف الديسكريبسيون تاع برنامج بوليتيكال اللي تقدم فيه هوني في جوهره هو يقول لك برنامج اجتماعي سياسي اقتصادي برنامج شامل تقريبا. ننتقلوا لمرحله اخرى نتصور افادتك مرحله مهمه من حياتك اللي هي مرحله ما لم يقل. كيفاش كانت التجربه هذه؟ والله كيفاش كانت، هو البرنامج كان يقدمه حمزه البلو. وبعد حمزه تنازل على البرنامج لصالح قناه التاسعه لانه قعد في شركات انتاج والحوار التونسي ومشكله شركات انتاج وكاكتوس وكالجو هذاك. اقترحوا علي البرنامج، خديته وخدمت 11 حلقه وغادرت. مش شويه 11 حلقه؟ على خاطر الضغوطات اللي تعرضت لها مالوريزمون. شوف هم وقت اللي جابوني البرنامج كان في مخهم من زهير الجيس اعطيه يظهر في التلفزيون وخاتم على قد الصباع. تو نركحوه بشويه والله هذه تتقال على اعلامي مازال كي حط سقيف في الاعلام. اما انت ما شاء الله خبره ماكش جيعان تلفزيون. زهير يحب يعمل تلفزه، وبما انه ما ظهرش في التلفزه برشا وما عندوش تجارب تلفزيه ومعروف في الاذاعه كهو، تو كي نعطيوه البهرج نتاع التلفزه والبهرج نتاع الكاميراوات وكذا ونورطوه ب 10 15 حلقه تا يولي والفلوس بيان سور كذا تا يولي وحده يمشي في الثنيه اللي نحبوها. خدمت انا الحقيقه مجموعه من الحلقات من الاول، بدات من بعد الاجتماعات نتاع الهرسله نتاع
التضييقات نتاع اشكر لنا الحكومه نتاع انتاجات وابداعات يوسف الشاهد الى اخره من هكا التفاصيل. كيلقاوني مش في الخط هذاك، نبهوا علي المره الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، قلت لهم تلك هي الحلقه الاخيره. هل يعقل انه برنامج استقصائي بالاساس يحبوه يمشي في خط تحريري نتاع شكر للحكومه؟ انا جاي باش نستقصي. في الاجتماع الاخير اللي انا تقريبا خذيت فيه قرار اني ظاهر باش نخرج، اما راهو الحقيقه مش انا خرجت، هما بطلوا البرنامج. جاوا عملوا اجتماع قال لك البرنامج اسمه ما لم يقل، واحنا في تونس السيد يوسف الشاهد قاعد يعمل في حاجات كبيره في البلاد لا يتحدث عنها. اذا ما لم يقل عن انجازات الحكومه، ما لم يقل عن انجاز الوزير الفلاني، ما لم يقل عن الانجاز في الصحه، ما لم يقل عن الانجاز في النقل. قلت لهم انا ما تعلمتش، هذه تسمى بالسفسطه. حبوني من الاخر نولي بندير نتاع الحكومه. فانا رفضت هذا الكل. بعد الاجتماع حضرت لهم حلقه كاسحه على الاخر، بثوا الحلقه. على شنو الحلقه؟ على شنو؟ والله فيها برشا حاجات، يعني شنو تمس؟ كان نتذكر وقتها فما حاجه على الاهمال الطبي، نتذكر وقتها زاد عملت حاجه من القرى الداخليه في القصرين، كيفاش فما عائله فقيره على الاخر تعيش في كوخ وكذا. كانت حلقه كاسحه على الحقيقه نتذكرها، بثوها مش منعوها. جيت مديره الكاكتوس وقتها نتذكرها كما توا باش تحضر المونتاج، وخليتها الحقيقه حضرت المونتاج تتفرج. اما كي بدات تعطي في الرومارك نحيوا له هذا، قصوا لي هذا، قلت لها مدام سامحني اخرج لبرا بالحرف الواحد. معناتها بطريقتي انا خرجتها وما خليتهاش، قلت لها ما عندكش الحق، انا الوحيد نتحمل مسؤوليه كل اللي فما. بالضبط، المنشط هو المسؤول، المعد وانا المنشط، يجيكوا ما عندكش الحق تتفرج عليها كما يتفرجوا عليها الناس في برا. تغشت وقتها بالكدا وكنت متوقع انا باش يكون فما قرار من هذا القبيل. وبثوا الحلقه الحقيقه ما منتجوا فيها حتى شيء، خلوها كما انا منتجتها. تبثت الحلقه، بعد الحلقه مباشره جاني تليفون قالوا لي اجا باش نشوفوا كيفاش نقولوا للناس انه ما عادش نجموا نكملوا البرنامج لصعوبات ماديه ودرا شنو كذا. قلت لهم لا، انا راني اذا كان وصلت انا نعمل في ديزانفستيغاسيون ونقول في الحقيقه نجي في حكايتي انا ونكذب، باقي شيء لا يعطيه. معناها حبوك تعمل مسرحيه معناها، وهذا اللي صار وقلته داير وقتها. وكاو انتهى العقد بيناتنا، وكاو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا نجمش نكون بندير نتاع حتى حد، ما نجمش. ما تقوليش بهرج تلفزه، وما تقوليش شهريه، وما تقوليش فلوس، وما تقوليش. احنا تعلمنا في المعهد الصحافه وفي اخلاقيات المهنه انه نحكيو على الترين واللي ما يجيش في الوقت، نحكيو على القصص الغريبه، ما نحكيوش على الانجازات. انت كحكومه موجوده لهنا من اجل الانجازات، عندك ناطقين رسميين ينجموا يخرجوا يصدروا البيانات يقولوا انجزنا وكذا، ربي يعينك. اما انا مانيش ناطق رسمي باسم الحكومه ولا بندير نتاعك باش نجي نخصص لك برنامج ونحكي على انجازاتك والله تعمل حاجه جرانديوز، مشروع ضخم كذا باش تعمل له على فوا مره هكا معناتها يمكن تحقيق من التحقيقات، متفاهمين. اما باش تولي البرنامج كله يحكي على الانجازات، الحقيقه انا ما نجمش الخدمه هذه. يمكن فما شكون ينجم، انا لا. ورفضت وغادرت. كان وزن وحمل كبير عليك انك تاخذ برنامج بعد ما كان يقدم فيه حمزه البلومي؟ لا ما فهمش علاش وزن، لانه هو متخصص في هذا النوع من البرامج. وانا ايضا تخصصت في هذا البرنامج اذاعيا ووصلت فيه تلفزيا. لا ما كانش، بالعكس معناتها البرنامج نجح وعمل برشا حس. اكبر دليل انه عمل برشا حس، حبت الحكومه تستغله، معناتها حبت الترجع المنبر نتاعها. كان جا برنامج فاشل، ما نتصورش انه فما حكومه تجي على برنامج فاشل تقول لا هاتوا اعطيوني البرنامج هذا يولي يحكي عليه. ما اكبر دليل معناتها على انه البرنامج مشى ونجح الحمد لله، حتى رغم انه عمره قصير في حلقات قصيره في ساعه عمل الاسم. دونك الحمد لله معناتها انا روحي الحمد لله حققت نجاح في البرنامج. نتصور ان الحكومه في الوقت هذاك حبت تعمل من القناه هذيك بالذات منبر اعلامي لها لتلميع صورتها. والقناه كانت موافقه مالوريزمون. معناتها اصحاب القناه كانوا يحبوا يمشيوا في التوجه هذاك على اساس انه وقتها يوسف الشاهد ناوي باش يترشح للرئاسه. كانت تتذكر كيفاش معناتها كانوا يحضروا فيه باش يولي الرئيس الجديد ويقضيوا على الباجي الله يرحمه الى اخره من العركه السياسيه هذيك. حبوا يقحموني نوعا ما راهو في العركه، فانا ما حبيتش ندخل في العركه. حبوك تكون احد الحاشيه نتاع الشاهد مستقبلا كي يولي رئيس. ما حبوش يفهموا لي انا ما نجم نكون كان تاع تونس نتاع حتى حد. لو تقيم فترتك فيما لم يقل باي عين تغزر لها؟ ايش معناها؟ معناها لو تقيمها تشوف روحك نجحت فيها؟ انا قلت لك ولو تجي فرصه اخرى
تعاود تقدم برنامج بنفس هذا الطابع؟ بالشروط نتاعي المره هذه معناتها بالشروط مش نتاعك. نفس الكونتراتو سكريسيور، معناتها المره هذه يتحط كونتراتو واضح وصريح بالشروط شنو انا نحب نقدم في البرنامج. اما اجا وكذا ويحلوا لك في الجنه ذراع وكذا ومن بعد تلقى روحك يدوروك ويحبوا يهزوك لثنيه اخرى. فخلينا نبداو على الوضوح، خاطر انا مش مستعد باش نعمل برنامج نبدا فيه 10 15 حلقه ومن بعد ما يعجبهمش يقول لك لا تاعو في الامان. معناتها المره الجايه صحوا كونتراتو واضح وصريح فيه البرنامج كذا كذا تخصصاته وانا مانيش بتاع حتى حد وكذا. اذا لقيت قناه قبلت طبعا بيان سور علاش لا. الصحافه الاستقصائيه شنو اضافت لك؟ اضافت لي اني شفت برشا خور، اضافت لي انه حلينا عينين برشا مسؤولين يمكن هما قاعدين على كراسيهم في الوزارات وفي بيرواتهم اصلا ما يعرفوش انه فما الشيء هذاك في تونس. اضافت برشا للصحافه. فما وزراء ما يخرجوش من بيرواتهم، ما يعرفوش حتى كان يخرجوا حد الدوره نتاعهم، معناتها من دارو للبيرو، من البيرو لكذا، شويه وتله شويه ريستورونات شويه قهوه شويه بيسينات، ما يمشيوش للجهات هذه، ما يعرفوش انه فما ناس تعاني المعاناه هذيك، ما يعرفوش انه فما خور كبير. دونك البرامج الاستقصائيه هذه كما ما لم يقل، ولا البرنامج اللي عمله زميل حمزه البلومي اللي ينجح فيه برشا الحقيقه. شفت قداش مره حتى التوانسه ما كانوش وكل حلقه كان فيها صديقات كبير من التوانسه اللي ساكنين في الكونفور وساكنين في العواصم وساكنين في كذا ما يعرفوش انه فما الشيء هذا. معناتها قصص غريبه وعجيبه تعديت في البرامج الاستقصائيه الحقيقه. معناتها لولا هالبرامج هذه ما كانش العباد تعرفها. وهذا علاش البرامج الاستقصائيه وخاصه الاجتماعيه بصفه عامه ديما تحقق نسب مشاهده عاليه جدا. بالضبط. لانه الناس يحبوا يشوفوا حاجه مختلفه، ولو فات انه حاجه بالاختلاف هذا وحقيقيه 100% بتنجم كان تجبد انتباه العباد وتخليهم داهشين. شوف الناس تحب تشوف وقحها، الناس تحب تنحي المكياج. معناتها انا نذكر كي كنت صغير كان عندي صاحبي يقول لي والله نحب نعيش في تونس، واحنا عايشين في تونس. قلت له يا ودي صلي على النبي انا في تونس، اما تونس. يقول لي لا، تونس هذيك تاع التلفزه اللي فيها الكار نظيفه والمترو امبوسيبل يقف بان وفماش امبوتياج معناتها كانوا يعديوا لك في التلفزه تونس اخرى مش اللي انت عايش فيها. البرامج هذه عدت لهم تونس اللي احنا فيها. دونك تحس انه معناتها تحس البرنامج منك وليك، فهمت؟ وتحس انه البرنامج هذاك تنجم في اي لحظه تسحقه وانت كمواطن، تنجم تتعرض للمظلمه، تنجم تلقى روحك في مشاكل، تنجم كذا تمشي للبرامج هذه وتلقى فيها ربما معناتها كما نقولوا احنا طاقم النجاة اللي تنجم تستنجد به فماشي ما تاخذ حقك في البلاد. صحيح. وبرشا مواطنين كانوا يتوجهوا لمثل هذه البرامج وياخذوا حقهم اللي ما لقاوش للاسف عند الدوله. وتتحرك الوزارات وتتحرك الحكومه وهكذا معناتها برشا قرارات رئاسيه وقرارات حكوميه تم اتخاذها سويت للحلقات اللي قاعده تبث في البرامج الاستقصائيه هذه. ايوه وهذا علاش الاعلام يقعد ديما السلطه الرابعه ما فهمتش. يلزم الاعلام يكون. انا كان جيت الدنيا بالنسبه لي الاعلام سلطه اولى لانه تحريك الراي العام ينجم يعطيك راي عام يفهم، هو اللي ينجم يوجه الراي العام، هو اللي ينجم يخلي الراي العام يفهم شنو اللي قاعد يصير. لو كان جات الحكومه اذكيه كانت تنجم تخلي السلطه الاعلاميه بمصداقيتها بموضوعيتها بعيده على الصراع اللي مع الاعلام، هو الاداه اللي تنجم تخليها تخدم، لان تحلك عينيك انت قداش منك. تذكروا حتى بان عليك جاي غادر قبل في الخطابه الاخيره وقبل الاخير قال انا مش شمس باش نزرق على البلاد الكل. هذو برامج كشمس توريك شنو اللي قاعد يصير، معناتها تنجم تستغلهم. واللي هو تصريح ما لازموش يخرج من رئيس الجمهوريه. هو الشعب الكل انتخب باش تكون شمس بالضبط بالطبيعه بمعنى رمزي. شمس وسماء تضوي وتمطر على التوانسه الكل. مالوريزمون هكاك يلزم، خاطر ماهيش معناتها ماهيش سهله باش تاخذ كرسي يا اخي لمجرد الجلوس على كرسي. فما مترشح جدي في انتخابات 2019 الورقه الرابحه نتاعو كانت الناس اللي ما تضويش عليهم الشمس وما يوصلهمش الماء صحيح بالضبط. توجهك اليوم كصحافي ذو طابع سياسي بالاساس راضي عليه والا تخمم انك تكون كوميرسيال اكثر وتوصل للتوانسه اكثر؟ راضي عليه ليه؟ بيان سور. علاش؟ ديما تكون عندك طموح نتاع تنجم تعمل ما خير، ديما عندك الطموح نتاع تنجم تكسر الصوره النمطيه اللي انت تبنيت عليها، كل مره تحاول باش تبدل معناتها التصوير. يعني توا مثلا سانسيرمون يكون هذا سكوب واحد اخر قاعد نخمم انه باش تكون فما فيرسيون جديده من بوليتيكا بارتير من 1 جانفي، ماهيش الفيرسيون اللي قاعده تتعدى توا، فما اون اوتر فيرسيون كومبليتمون ديفيرون مقارنه باللي قاعد يتعدى توا. باش نركح راسي باش نحاول نخمم في فكره اللي باش نزيد نطور بها البرنامج
ونبعدوا على المربع المسكر نتاع السياسه، خاصه وانه اليوم الحقيقه معناتها في ظل اللي قاعدين نعيشوا فيه العباد كرهت السياسه والسياسيين والاحزاب والمتحزبين، ولاو معناتها اعطيهم هكا بصيص امل نتاع تتبدل عيشتهم. يجيكو انا نشوف اون باراليل فما سياسيين مشاو كومبليتمون، يا سافروا يا في الحبوسات يا ما عادش يحبوا يتكلموا واعتزلوا السياسه. يجيكوش قعدوا لك 3-4 من الناس باش نقعد انا نعمل برنامج على 3-4 من الناس كل جمعه نجيبهم. دونك اليوم قاعد نخمم فعليا في كونسيبت اخر يبقى سياسي في بوليتيكا ولكن اقرب للناس من انه يكون اقرب والله تاكيدا لكلامك. انا في الفتره نتاع الانتخابات الرئاسيه السابقه هذه فحبيت نجيب المرشحين للانتخابات الرئاسيه اللي بالواحد قعدوا ينقصوا لسبب او لاخر كما انت كنت تقول تو. فاللي نبرمجوا معاه فجاه نلقاه وراء القضبان. معناها قعدوا قله قليله جدا. فشكون جات في الاخر؟ قعد سي زهير المغزاوي استضفته في حوار خاص. شكون قعد؟ سي زمال تواصلت مع الفريق نتاعو ولكنه السيد في حبسه في جندوبه، فلوجيستيكمون مستحيله الحكايه. والخيار الثالث اللي هو رئيس الجمهوريه. بون كيفاش تتواصل معه؟ كأي مواطن بسيط بعث ايميل الله اعلم وصل ولا ما وصلش. فعاودت لا فما مدير الحمله نتاعو كنت نجم تتواصل معنا. في كل الحالات هو الرئيس اللي حبيت نوصله لك انه ما يحبش يعمل حمله ترافير وسائل الاعلام. انا اللي حبيت نوصله لك انه شويه برشا خيارات نتاع المرشحين، شويه بالكل. ما تنجمش تعمل برنامج عليهم، ما تنجمش تبني. قلت لك انا اليوم بالحق قاعد نخمم فعليا في انه يلزم يتطور الكونسيبت ويتبدل ويقرب اكثر للناس. انا باش نبقى في السياسه حتى لا نعتزل السياسه زاد، لانه كان باش نحيوا البرامج السياسيه كومبليتمون. ليش قعدنا شو كان عملنا ثوره وما يقعد حتى برنامج سياسي؟ خيبه المسعى. خيبه المسعى. وقت تشوف معناتها شكون مازال يخدم في السياسه، شكون اليوم قاعد مازال يخدم في السياسه. الاذاعات الكل تقريبا نحت البرنامج السياسي، قعدش شويه ميدي شو حتى توجهاته ولا اقتصاديه اكثر منه سياسيه. يفهم نحات، ديوان نحا، الاذاعات تقريبا الكل نحات البرامج. شكون مازال باش يقعد عليه؟ شكون باش يقعد يحكي عليها السياسه؟ مالوريزمون للاسف. اما كمان راهو في السياسه تنجم كما قلت لك بذكاء، حتى رغم انه راهو عندي حتى مع ضغوطات باش نبداو واضحين، السلطه الحاليه ولا السلطه اللي قبلها انها حاولت تضغط في البرنامج هذا ولا يجيبوا فلان وما تجيبوش فلان ومعانا ومع الاخرين. عمري ما تعرضت للنوع هذا بالعكس. اما كما قلت لك معناتها بما انه تقريبا معظم السياسيين اما اعتزلوا السياسه اما غادروا البلاد اما اصطفوا الى ميولات معينه، فيمكن ان شاء الله نلقى روحي في كونسيبت جديد من البرومي جونفي ان شاء الله. من سمات الصحافي الحياد. ولكن زهير لا يخفى على الناس انك من انصار الرئيس الحالي. لا منين جبت هذه؟ انتربريتاسيون. لا انت من انصار ولا مش من انصار؟ انا من انصار تونس. ومن انصار الشعب التونسي. اكاو لست من انصار حتى حد. وانا ضد انه فما صحافي يتبنى موقف السلطه، بل بالعكس يلزم ديما الصحافي ناقد للسلطه. تعتبر روحك ناقد للسلطه اليوم؟ انا في فتره معينه تحسبت على اساس من انصار الرئيس، على اساس اني سندت فكره 25 جويلية. الشعب الكل سند 25 جويلية، الشعب الكريم البسيط الكل سند 25 جويلية، وسندها من اجل غباء السياسيين واللي عملوه سياسيين في البلاد وفي الشعب. ومجلس النواب اللي كان ما ينجم ينكر الهم اللي كنا عايشين فيه معاهم مالوريزمون، معناتها اللي عملوه في البرلمان واللي عملوه في الشعب وقت الكورونا والناس تدفن في شكاير، ومعناتها في رئيس حكومه يتشخلع في بيسين يا راجل وقت اللي عباد في شكاير كحله. معناتها ايش تحب لي نقول لك؟ فهمت؟ فشكون اللي ما ينجمش يساند قرارات تجميد برلمان بهذاك المهزله هذيك؟ شكون ما ينجمش يساند انه واحد جاء قال في لحظه خويا اناف ستوب يزي من العبث، يلزمنا نوقفوا العجله ونبداو من الاول وجديد ونبداو نبنيو. فوقتها انا الحقيقه كنت من مساندي مسار 25 جويلية، رغم برشا ناس ينساو انا خرجت نهار 26 جويلية في الغونتين 2021 لهنا في جوهر في برنامج بوليتيكا، وقلت للرئيس بالحرف الواحد اللي اليوم يحسبوني من انصاره، قلت سيد الرئيس راهو اليد اللي تصفق هي اللي تعطي كف، والناس اللي تصفق البارح في 25 جويلية هم بيدهم اللي صفقوا للنهضه، راهي النهضه ما جاتش على دبابه، وهم بيدهم بعد صفقوا للنداء وعطاو كف للنهضه، والنداء ما جاش على دبابه. فنردوا بالنا اليوم يصفقوا لنا غدوه يعطيونا كف اذا كان ما فماش انجازات ولا ما فماش تغيير في البلاد.
وندعو دائما الرئيس الى ضروره اتخاذ قرارات باش يبدل البلاد. فانا اكثر واحد نهار كامل نطالب وننقد في الرئيس، ننقد في الرئيس على حضوره الاعلامي الممنوع الغير موجود، ننقد في الرئيس على صمته، ننقد في الرئيس على بطئه في اتخاذ القرارات، ننقد فيه الرئيس يوميا. ولكن فما ناس حسبتك على خاطر فما ناس تعرف عندهم مشكله اليوم، يا معنا يا مع الاخرين. فماش ما لا معايا لا مع الاخرين. ما دامك مش مع النهضه مالا انت تاع قيس سعيد، ما دامك مش مع النداء والدستوري انت بتاع قيس سعيد. لا، انا بتاع تونس، انا بتاع تونس. انا كي تجيني المعارضه اواجهها بافكار الموالاه، كي يجيو الموالين اواجههم بافكار المعارضه، وهذيك هي خدمتي. خدمتي اني انا جو بوز دو بون كيستيون بور اراشيد لانفورماسيون، نحاول نخرج المعلومه لا اكثر ولا اقل. عمري لا كنت لا تاع قيس سعيد ولا تاع الباجي قيس سبسي ولا تاع فؤاد المبزع ولا تاع مرزوقي ولا تاع حتى حد. انا نتاع هالبلاد اكهو، اللي يحبها مرحبا، اللي ما يحبش يقبل الفكره هذه اموره بينه وبين روحه. اللي صار بعد 25 جويلية تعتبره وفاء لنفس المبادئ اللي تبنيت عليها 25 جويلية، والا ممكن بعدنا شويه لسبب او لاخر؟ بعدنا الحقيقه، بعدنا. انا نتصور، شوف، هو 25 جويلية في حد ذاته زلزال. حتى حد ما ينجم ينكر انه تقريبا زلزال كيما 14 جانفي. 25 جويلية مش بعيد على 14 جانفي، زلزال كبير انك تسقط منظومه كامله فيها النهضه وفيها النداء وفيها الدستوري وفيها كذا. كان زلزال كبير وكان قرارات شجاعه الحقيقه، ما هيش سهل توصل تجمد برلمان. ونتذكروا انه السياسيين وقتها كانوا يحكيوا منطقه بوري براه. بيان سير لانه على اساس انه انقلاب، وعلى اساس انه معناتها صار اللي ما صار، وكان قبل استعدادات محاوله. تعرف اللي كان يتحضر للبلاد في الفتره هذيك راهو حاجه من وراء العجب. الناس مخلين الناس تموت بالكورونا ومش لاقين حلول، وهما يكمبنوا داخل البرلمان وخارج البرلمان كيف يمكن اسقاط قيس سعيد. في وقته كيفاش نجموا نحيو قيس سعيد من القصر، ولا على الاقل نجبدوا منه لما باش نحيوا حكومه جديده. ووقتها المشيشي عامل كوارث من كوارث، من با شفنا حتى عريضه ولا جمع امضاءات من اجل عزله ولا من اجل محاسبته ولا من اجل كذا. تيش تحبني نعمل لك معناتها؟ انت كبرلمان ورطت البلاد، حطيت البلاد ماشيه في الهاويه، ازمه اقتصاديه مع كورونا مع كذا وانت ماكش لهنا جمله. فنتصور انه 25 جويلية جاء فقط باش عمل ستوب، ولكن من بعد مالوريزمون بعد 25 جويلية ممكن معناتها فما برشا لوم على بطء في اتخاذ قرارات، فما برشا لوم هو على 25 جويلية جاء بعد برشا وقت. صحيح. وبعد زاد الصراعات اللي صارت على اساس كتابه الدستور وشكون كتب الدستور والمشاكل هذيك الكل، وفما ناس يقول لك الرئيس كتب الدستور وحده ما يجيش، موقف ويحترم ايضا. فما شكون يقول لك كانت عنده لجنه واللجنه جابها على برا وما قبلش بها. يعني معناتها فما برشا حاجات اللي الحقيقه ما مشاتش في الثنيه اللي كنا نتمناو انه يمشي فيها 25 جويلية. رغم هيك كان تقول لي يرجع بك التاريخ وتتعاود 25 جويلية، انا ساقبل ب 25 جويلية. شوف، هو سواء دستور 2014 ولا 2022 انا متخرج من كليه حقوق، فمطلع على الدستور الاول والثاني، وقريت على الدستور الاول اللي هو دستور 2014. نجم نقول لك انه دستور 2014 هو دستور تكبيل السلطات بعضها ببعض. اذا كان ما يمشيوش كلهم عنده عنوان واحد، انا كتجربه دستور التغذيه تسميها انت ماهوش دستور تغذيه. تعرف دستور 2014 عنوانه شنو هو؟ لا تحكم ولا نحكم ولا تخلي شكون يحكم، خليها هكذا يرتعوا فيها اللي يقوم بك يشد السلطه. لا تحكم انت ولا نحكم انا ولا تخلي شكون يحكم، ما نعرفوش شكون يحكم البلاد بالضبط. وقت ما نعرفوش شكون صاحب القرار، الغنوشي ولا قيس سعيد والا شو اسمه وقتها الياس الفخفاخ، ومن بعده جاء هشام المشيش. شكون ياخذ في القرار؟ شكون يحكم؟ شكون يقود في البلاد؟ اصلا ما تعرفش تجاوب على سؤال من يحكم تونس بدستور 2014. ما فماش اجابه يا ولادي شكون يحكم في البلاد، شكون صاحب القرار، شكون اللي يمشي في الدنيا. ما عندكش اجابه. اليوم على الاقل في دستور 2022 عندك اجابه، تعرف انه الرئيس قيس سعيد يتحمل مسؤوليته، هو اللي يقود في البلاد. اذا كان منعت البلاد راهو هو المسؤول، واذا كان زاد ايضا غرقت البلاد راهو قيس سعيد مسؤول. وهذا علاش من 2011 12 13 اي تونسي تساله وتقول له شكون يحكم في البلاد، ولا تونسي باش تسمع يقول لك الرئيس مصطفى مرزوقي. الناس الكل باش تقول لك يا اما النهضه يا اما ترويكا يا اما الغنوشي. صحيح. لانه صحيح. وما تعرفش شكون وكانوا يتعاركوا في بعضهم على اساس مصالح ضيقه، واعطيني ونعطيك وسيب لي وسيب لك، وما يحكموا في حد شيء. ما فماش حكم، ما
في فتره من الفترات كانت البلاد ما فيهاش حكم. وضحيه هذا كل الشعب الكريم. طبعا ضحيه هذا كل الشعب الكريم والاقتصاد والتنميه والحاله الاجتماعيه المزريه اللي وصلت لها البلاد، سواء كان على مستوى مناطق الداخل اللي سواء كانوا بيشتريوا بهم زادوا فقروهم، وحتى مناطق الساحل اللي من المفروض انه يزيدوا يرتقيوا بهم فرجعوهم كما الداخل. انا نعرفك انك انسان ذو موقف وكلمتك تقولها. فالسؤال هذا اللي باش نساله لك انا متوقع منك اجابه صريحه. شنو موقفك كصحافي من سلسله الايقافات المتكرره اللي قاعده تصير لزملائك الاعلاميين والسياسيين؟